احنا بنتفرج على اللقطات بتاعت قندوزي، قال لي هينفع الاهلي قوي. ده بجد؟ طبعا هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. اشمعنى؟ اولا لعيب منضبط جدا، منضبط جدا جدا جدا، وبعدين خلوق جدا، وبيشتغل على نفسه. يعني القندوسي موضوع الجيم وانه يشتغل لوحده ويشتغل على نفسه حاجه كده زي علي معلول بالظبط، بشكل مبالغ لدرجه ان انا كنت بطلب من المعد البدني بقى يتابعه، لان هو بيحب يشتغل لوحده كتير، بيحب يخش الجيم كتير، بيحب يقيم نفسه. طبعا كتير جدا. لا شخصيه كويسه جدا جدا. بس يمكن انا قلت وهو ما بيحبش يخسر. باد لوزر. باد لوزر، وفي نفس الوقت بيبقى عصبي جدا لو الفرقه ما بتلعبش كويس، لو في حاجه غلط في الفرقه بيبقى عصبي شويه. فطبعا مع النادي الاهلي الامور دي هتتغير، لكن هيبقى اضافه كبيره جدا. احسن مركز ليه يا كابتن حسام؟ القندوسي بيلعب كذا حته، لكن يمكن انا في الفتره الاخيره هو هداف الدوري دلوقتي. كان عندي مشكله كبيره جدا جدا في مركز 10. مركز 10، وبعض الأحيان في حتة الثالث كرقم 7. رقم 7 كرقم 7 بيلعب رقم 7 هو أشول، لكن رقم 7 بيخش على الجون على طول، يعني بيهاجم على يعني بقطري على طول. نعم. بيروح على الجون، بيعمل الاسيست كويس قوي، بيروح يفنش على الجون. ومركز 10 بيعمله كويس قوي، وبيلعب كمان 8. ويقدر يلعب راس حربة ولا صعب؟ لا راس حربة، لان هو القندوسي بيحب ينزل يستلم الكوره، يعني بيحب مش من طبيعته يعني. بيحب اللي يبقى معاه الكوره، فهينزل كتير. يعني انت شايف انه مكسب للنادي الاهلي قوي، يعني هيبقى مكسب ان شاء الله، بس يبقى فيه توفيق ان شاء الله، هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي.